لماذا كل هذا التأخير في إعلان لائحة المنتخب الأولمبي، مع العلم أن جل المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024 كشفت على لوائحها؟ وهناك الكثير من الغموض حول المنتخب الأولمبي ومدربه طارق سكيتيوي منذ أخذ زمام الأمور، ولحد الآن لم يخرج بأي تصريح. وحتى مباريات المنتخب الأولمبي أجريت بشكل مغلق، وكانت فيها الكثير من العشوائية على مستوى التواصل مع الجماهير المغربية. وحاليا هناك أقوال بأن الركراكي هو الذي أقنع الأندية الأوروبية على أن يسرحوا اللاعبين المغاربة للمشاركة في الأولمبياد. وزيد على هذا، وليد هو الذي اختار الثلاثي فوق سن 23 الذي سيلعب مع المنتخب الأولمبي، وأقنع ياسين بونو لأنه كان متردد في المشاركة بسبب علاء بوالعروش. هل الركراكي هو المدرب الفعلي للمنتخب المغربي الأولمبي؟ ولماذا كل هذا الغموض من طارق سكيتيوي؟